اوعدكم لو عملتوا الرز المبهر بالخلطه بالطريقه دي هتدمنوه. ده حرفيا من احلى الاكلات اللي انا بعملها. رقم واحد في الاكله دي لازم الكبد والقوانص تتنضف كويس. هكتب لكم كل التفاصيل تحت في الكابشن. في معلقه سمنه كبيره هنزل مستكه وورق لورا ومعاهم على طول القوانص. مجرد ما لونهم يغير هنزل معاهم بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات. هدي النار واغطي عليهم لمده 10 دقائق. البصلايه هنا مهمتها ان هي هتنزل ميه تساعد القوانص ان هي تبتدي تدخل في السوا من غير ما ازود اي ميه. ما بحبش خالص احط ميه في الاكله دي. بعدها احط الكبد والقلوب. لما لونهم من تحت يغير ما تقلبهمش بمعلقه، قلبوهم بالطاسه عشان الكبده ما تتهريش. هحط ميكس التوابل اللي هكتبه لكم تحت في الكابشن وهقلب بالراحه كل حاجه تندمج في بعضها واغطي عليها 10 دقائق كمان بالظبط وهتكون استوت. وكده خلطه الكبد والقوانص هتكون جاهزه. في حله اللي هعمل فيها رز هحسب من معلقه ونص لمعلقتين كبار من السكر لكل كوبايه من الرز. هسيبهم لحد ما يكرملوا غامق كده واحط عليهم معلقه كبيره من السمنه علشان خاطر الرز. بعد ما السمنه تسيح هنزل بكوبايتين الرز اللي انا عاملاهم. طبعا اول ما هنزل الرز على طول السكر هيكلكع. ما تقلقوش كل ده هيفك. هحط التوابل اللي هكتبها تحت برده في الكابشن تقليبه سريعه ما تقلبوش كتير عشان الرز ما يتكسرش. وهنزل بمقدار الميه المغليه. اول ما بحط الميه على طول كل الكلاكيع بتفك. هسيبه يتشرب على نار عاليه. اول ما يتشرب احط على وشه زبيب. الزبيب خطير يا جماعه بيدي طعم خطير للاكله دي. وبحب احط كمان جزء من ميكس الخلطه اللي عملته على الوش وهدي النار واغطي واسيبه يستوي زي اي رز عادي. تلت ساعه تقريبا هيكون خلاص الرز استوى. هقلب كل ده في بعضه. الاطعمه كلها شاربه من بعضها. ريحه الرز لوحده خطيره ولونه رهيب جنب شويه ملوخيه تنفع اكله لاخر الشهر وكمان في العزومات بتبقى طبق شيك جدا. جربوها وقولي رايكم.